وصل 4 أصدقاء للغابة عشان يستعدوا للتخييم. لقوا على الموقع الإلكتروني إن الغابة دي هادية وكل حاجة فيها حقيقية. المفروض إنهم يقابلوا راجل اسمه داروين وهو حارس الغابة، راجل عجوز غريب، وبيتمنوا إنه يحكي ليهم قصص مرعبة. مش حاسين بوجود أي بشر من حواليهم ومستغربين لأن المفروض إن الغابة دي معروفة، ففين باقي البشر؟ مارك معاها الخريطة والمفروض إنهم وصلوا لمكان التخييم، وفجأة سمعوا صوت وحسوا بحركات ولقوا داروين ظهر فجأة ورحب بيهم في الغابة، ومستغربين من ابتسامته الشريرة. قال لهم إنهم هيكونوا لوحدهم هنا الليلة لأن كل الشباب لغوا رحلتهم. داروين وال4 شباب هيستمتعوا لوحدهم بالتخييم، والشباب حاسين بالقلق من داروين الغريب. الليل حل وبدأ يكلمهم عن الغابة، وفي حاجات مرعبة حصلت فيها زمان. أكتر من 3500 عالم وصلوا لهنا عشان يعرفوا سبب ال3 جماجم اللي الشرطة لقيتها. ما لقوش باقي أجسام الجماجم ولا حتى لقوا باقي العظام، وهو مؤمن إن الغابة سيطرت على أرواح وباقي أجسام ال3 جماجم. الغابة دي شريرة وكلها أسرار، وبالليل ممكن يسمعوا الأرواح اللي محبوسة هنا. الشباب تحمسوا جدا وعايزين يسمعوا قصص مرعبة من داروين، وقال لهم إنه من عادات التخييم هو إنك تمسك خشبة وترميها في النار وهي بتتحرق لازم تحكي قصة مرعبة، وطلب منهم إنهم يحكوا قصص مرعبة جدا عشان الشر اللي ساكن في الغابة دي من زمان. وهتبدأ دونا إنها تحكي قصة السفاح، وهي أصلا مهتمة بالرعب وبتألف قصص مرعبة وبتتمنى إن القصة دي تعجب الأرواح اللي ساكنة في الغابة. وصل 3 أصدقاء للسينما عشان يتفرجوا على فيلم رعب. مات وستيف وناتاشا بيتمنوا إنهم يحسوا بالرعب بجد لما يتفرجوا على الفيلم. وصلوا للعامل اللي شغال واسمه جاريس، شخص ضخم وقوي وجسمه مثالي جدا إنه يكون سفاح. مشكلته إنه بيعمل مشاكل كتيرة في الشغل لأنه ما بيفهمش في الآلات الحديثة. وصل المدير وبيزعق له كتير وجاريس زهق منه ومش قادر يعمل حاجة لأنه بيشتغل لأنه محتاج الفلوس. الشباب كملوا طريقهم ووصلوا لقاعة السينما وقابلوا جون. زهق من صوتهم العالي ومش عارف يستمتع بالفيلم، طلب منهم إنهم يسكتوا ولكن ستيف اتريق عليه. جون غضب وتمنى إنه سفاح يظهر ويتخلص من الشباب المزعجين دول. مات هيسيب الشباب وهيروح للحمام، وساعتها المدير رفض جاريس بسبب مشاكله الكتيرة. Yeah, we've run out of 3D. جاريس خد قناع وتحول لسفاح وقتل المدير بالقلم. زهق من الإهانة المستمرة وحبس كل الشباب في السينما عشان يقتلهم. مات شاف كل اللي حصل والسفاح كمان شافه. ستيف وناتاشا لقوا مات قلقان وقال لهم على اللي جاريس عمله ولكنهم ما صدقوش. كل المخارج مقفولة ولازم يلاقوا طريقة للخروج من هنا. وجون زهق من صوتهم العالي وهيروح يشتكي للمدير. حاول مات يحذره من السفاح ولكن جون ما اهتمش، وجون ماشي مستغرب ان كل الابواب مقفولة ومفيش اي حد من حواليه. وفجأة لقى جاريس واستغرب من قناعه لانهم مش في الهالوين. مات واصدقائه مراقبين ايه اللي هيحصل، ومات هيصور كل حاجة عشان يكون معاه دليل على السفاح. لما جون حاول يشتكي السفاح هجم عليه وقطع راسه. السينما مقفولة على الشباب ولازم يحاولوا يسرقوا مفاتيح الابواب من السفاح. لو قدروا انهم يفضلوا احياء لحد الصبح ممكن حد يوصل لهم ويساعدهم. مفيش شبكة تليفون قوية في السينما عشان يكلموا الشرطة، وهم ماشيين بيحاولوا يختبئوا او يلاقوا مخرج، ولقوا السفاح بيتلاعب بيهم. ناتاشا وهي بتجري وقعت وتاهت عن اصدقائها. حست بالسفاح وحاولت تهرب ولكنها فشلت وهجم عليها وقتلها. ومات بيجري تاه عن ستيف وحس بالسفاح وحاول انه يعمل له فخ، ولكنه لقى كلير وهي بتشتغل هنا ومتضايقه ان مات في حمام الستات. قال لها على السفاح ولكنها طبعا ما صدقتش الا لما شافت فيديو موت جون. السفاح ظهر ومات حاول يفهمه انه مش هيأذيه زي المدير ولازم يسيبه يهرب. ستيف ظهر وحاول يهجم على السفاح ولكنه فشل، والسفاح برجله حطم راسه وقتله. كل اللي مات قدر انه يعمله هو انه اصاب السفاح وسرق منه مفاتيح الابواب. جري مع كلير ومش عارفين انهي مفتاح من كل المفاتيح دي هو مفتاح الباب ده. وقبل ما السفاح يهجم عليه فتح مات الباب وهرب هو، ولكنه ما قدرش انه ينقذ كلير والسفاح قتلها. ولما خرج مات من السينما الشرطه ضربت عليه نار لانهم اعتقدوا انه هو السفاح. ما كانش فيه شبكه تليفون قويه في السينما عشان الشباب يكلموا الشرطه. ولما الشرطه وصلت وحس مات انه خلاص في امان هم اللي قتلوه. الشباب استغربوا واستمتعوا بالقصه، وداروين تحمس وعايز يسمع قصص اكتر. ماتي هتحكي القصه التانيه وداروين سلمها الخشبه. وصل ماركوس للفندق مع مراته كات. ماركوس راجل غريب جدا هيعمل ايه الذنوب وهيقول لمراته عليها، وطالما قال لها الاول فالمفروض انها مش هتزعل منه. حاولت انها تمنعه من الذنوب يمكن يموت وهو بيعملها ولكنها فشلت. وقابل لونا وهي البنت اللي هيخون كات معاها، وقبل ما يكونوا مع بعض لازم ماركوس يسلم نفسه للونا وهيعمل كل حاجه
تأمره بيها. اديته مواد مضرة كتيرة وهيهلوس ولكنه مش مهتم، اهم حاجة هي انه يستمتع. ولما تعب لونا رسمت على ظهره علامات طقوس شيطانية، استغرب منها ولكنه مرتاح وطلبت منه انه يشوف وجهها. مرتدية قناع غريب وعلمت عليه بالنار وهو جاهز للطقوس، ولما حاول انه يهرب لقى جماعة لونا في كل مكان. لما حاول يهرب لقى لوسي وهي شغالة هنا واستغربت من الكلام اللي قاله وهتساعده وهتروح معاه لغرفة لونا عشان تعرف ايه اللي بيحصل هنا. ولقوا لونا عادي من غير قناع وهتخليهم يحضروا الطقوس اللي كات بتعملها. حاولت كات تمنعهم من الذنوب ولكنه مهتمش، فوافقت ان جماعتها الشيطانية يستخدموه في الطقوس. لوسي هي واحدة من الجماعة الشيطانية وماركوس مش هيقدر انه يهرب. ربطوه وفكروه بذنوبه والمشاكل اللي عملها في حياته. بيصوروا كل حاجة عشان التاريخ. كانت عذبت في ماركوس لانها غاضبة منه بسبب الذنوب. قطعت صباعه ولسانه وخدت عينه وكمان قلبه اللي لونا علمت على مكانه في الاول. كلهم مبسوطين بعد ما الطقوس تمت وقضوا على ماركوس. داروين فرحان جدا بالقصص اللي بيسمعها وحاسس بالارواح اللي مستمتعة من حواليه. والقصة الثالثة هيحكيها مارك وداروين سلموا الخشبة. داني بيجري من تيري وباري اللي بيطاردوه. كان المفروض انه يعمل صفقة ويكسب فلوس ولكنه فشل، خسر كل فلوسه وبيهرب من تيري وباري اللي عايزين فلوسهم منه. وصلوا لمخزن قديم وداني هيختبئ فيه وخايف لا يموت. تيري وباري طلبوا منه انه يستسلم عشان يقتله بسرعة للانتقام. لما دخل داني للمخزن حس بحركات غريبة من حواليه ولكنه هيختبئ. تيري وباري هينقسموا عن بعض عشان يلاقوه بسرعة وشكل المكان هنا فاضي. كلهم حاسين انه في حاجة غريبة من حواليهم مراقباهم ولكنهم مش شايفينها. حس تيري وباري ان داني مراقبهم، وداني برضه هيعتقد ان تيري وباري هم مصدر الحركات الغريبة اللي حواليه. باري لقى داني واصابه في راسه وداني بيهلوس من الضربة. وشاف وحش غريب هجم على باري وقتله. داني هرب وحاول يختبئ من الوحش. مشكلة تيري وباري هي أسهل حاجة لداني دلوقتي. تيري لقى جثة باري ولازم ينتقم من داني، وهو بيدور عليه لقاه وقلق من كلامه عن الوحش وصدقه ومش هيمشوا من هنا إلا لما يقتلوا الوحش وينتقموا لباري. وهم ماشيين الوحش هجم على تيري وحاول داني ينقذه ولكنه فشل. الوحش أصاب داني في رجله وسابه يهرب لحد ما يكمل قتل في تيري. وداني بيهرب قابل جيف وهو حارس المكان. استغرب من كلامه عن الوحش وهو بقاله سنين كتيرة هنا وما شافش وحوش. وصلوا لمكتب جيف وبيعالج اصابات داني، ولما لقى داني الكاميرات حاولوا يشوفوا فيها الوحش الغريب. ولكن الكارثة هي انهم شافوا ان داني هو اللي قتل تيري وباري. قبل ما تيري يموت اصاب داني في رجله ومفيش وحوش هنا. خبطة باري لداني في راسه كانت قوية وخلته يهلوس، ومن خوفه قتلهم. وجيف هيكلم الشرطة لان داني كان بيدافع عن نفسه. زهق داني من الوحش وخاف لا يقتل جيف لانه عنده اولاده، فلقى سكينه وقضى على نفسه وهو معتقد انه كده هو كمان قضى على الوحش. داروين حس بالحزن على داني وقال ان الارواح محتاجه تسمع كمان قصه مرعبه اخيره. مش باقي غير دان وهيحكي القصه الرابعه. وداروين سلموا الخشبه. وصل شارلي وامه لبيت الجده اللي اختفت. محدش باقي للبيت عشان يورثه غير الام، ومحدش عارف الجده راحت لفين. اعتقدوا انها هربت واختفت بسبب وحدتها لانها دايما كانت حابسه نفسها في البيت. شارلي لقى الابواب بتتفتح لوحدها وحاسس انه في حد عايش هنا معاهم من خلف الجدران. امه بتتمنى ان شارلي يرتاح هنا، وحياتهم ما كانتش سعيده بعد ما الاب هرب، ولكنها طمنته وهم لو ما ارتاحوش للبيت هيصلحوه وهيبيعوه وهيمشوا من هنا بسرعه. مستغربين من الابواب اللي بتتفتح لوحدها واعتقدوا ان الابواب دي قديمه ومحتاجه تتصلح. شارلي عنده فضول انه يعرف مكان الجده اللي اختفت، حاسس بيها من حواليه وبيتمنى ان روحها ترشده لمكانها. والام بتستكشف في البيت لقت آلة موسيقية غريبة وشكلها قديم جدا. نادت على شارلي وحاولوا انهم يشغلوها ولكنهم ما قدروش. الليل حل وهم نايمين. الام حست بحركات غريبة ولما صحيت لقت شارلي اختفى، ولما راحت تدور عليه لقت شخص غريب معاه عند الآلة. لما شغلت النور البنت الغريبة اللي حواليه اختفت. شارلي قال لها ان البنت اللي هنا طيبة وجهزت كمان ليه كوباية المية. حاولت الام ما تهتمش والصبح سمعت اصوات من فوق. نادت على شارلي وطلبت منه انه يتوقف، ولكنها اكتشفت ان هو
اصلا بره البيت. خدت سكينه ووصلت لمصدر الصوت، ولما دخلت للغرفه ما لقتش حاجه، ومن الشباك شافت شارلي وبيشاور على روح البنت اللي جنبها. ما شافتش حاجه واعتقدت ان شارلي بيتلاعب بيها. الليل حل وفجاه سمعوا صوت الآلة الموسيقيه اشتغلت لوحدها وهي اصلا كانت بايظه. البنت الغريبة بتختفي لما النور بيشتغل، والأم قلقانة على شارلي. الصبح استكشفوا في صندوق الآلة الموسيقية ولقوا صورة البنت الغريبة وهي كانت بترقص باليه، وقالت لشارلي ان روح الجدة معاها. البنت طلبت منه ان ينضم ليها هو وأمه عشان يشوفوا الجدة. الأم قلقانة من الكلام اللي شارلي بيقوله، ولازم تبيع البيت بسرعة ويمشوا من هنا، وراحت ترمي الآلة ومش هتقضي كمان ليلة وهي معاها في البيت. ولقت النور اشتغل في غرفة شارلي، ولما راحت تتأكد لقيت البنت وخايف على شارلي منها. تاني يوم لما رجعوا للبيت لقوا الآلة وشغالة. زهقت الأم منها وهتحرقها هي وصورة البنت. ايدها اتصابت وشكلها أغضبت روح البنت، وسمعت صوت من غرفة شارلي، ولما راحت تتأكد لقيت الآلة وكمان لقيت البنت. شغلت النور وأنقذت شارلي، ولكن البنت فصلت الكهرباء عن البيت. حاولوا يهربوا ولكنها منعتهم. وهتهجم عليهم عشان تنقلهم لعالم الأرواح. روح البنت دي ريحت الجدة من ألمها وحولتها لروح معاها بدون ألم أو معاناة بسبب سنها اللي كبر. حاولت تتواصل مع شارلي عشان توصله بالجدة، ولكن الأم حرقت الآلة الموسيقية. روح البنت غضبت وهتنقل الأم العالم الجحيم عشان تحس بالنار زيها، وهتخلي شارلي الطيب يقابل جدته زي ما كان بيتمنى. بعد ما القصة خلصت الشباب طلبوا من داروين إنه يحكي ليهم قصة مرعبة، ولكنه رفض لأنه بيخاف من الأرواح، وقال لهم إن رحلتهم للغابة دي مش هينسوها ابدا، وطلب منهم انهم يصدقوا كلامه لانه اصلا روح مش انسان عادي. الصبح حلوا لما الشباب صحيوا ما لقوش داروين ولا حتى خيمته. كل فلوسهم وتليفوناتهم اتسرقت، وافتكرت ان داروين هو حرامي وخدعهم. ما عرفوش يناموا كويس وعايزين يمشوا من هنا بسرعة بسبب الكوابيس اللي شافوها. ودونا حاسة بالقصص المرعبة اللي هي واصدقائها حكوها، وعندها احساس وحش وقلقانة من داروين واختفائه الغريب. ولما رجعت للبيت نادت على امها ولكنها ما لقيتهاش، وهي بتدور عليها ما خدتش بالها من الاخبار اللي الشرطه فيها قبضت على السفاح الضخم جاريس بعد ما قتل في البشر في السينما. شكل قصه دونا تحولت لحقيقه، وداروين زي ما قال لهم هم عمرهم ما هينسوا رحلتهم للغابه. وتاني يوم ظهر داروين مع شباب جديده وسلمهم الخشب قبل ما يحكوا القصص المرعبه. الشاب حكى قصه دونا اللي بتحاول انها تالف قصص مرعبه وبتفكر في اختفاء امها، وفيه طائر مات قدام الشباك وحست ان الشر حواليها وبيتبعها من ساعه لما كانت في الغابه الشريره. الفيلم حتى الآن ملهوش جزء تاني، ودي كده نهاية الملخص.